السلام عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. انا استاذ سيزو. النهارده نزلنا جبنا فوانيس. بصراحه كان نفسي اجيب الفانوس ده قوي وكان عاجبني جدا، وده واخده معايا. بص ليش انا راجع مقتول كده اتكلم اصلا. كان عاجبني شكله قوي. هوريه لكم دلوقتي، ما شاء الله جميل قوي. بس يا خساره، هقول لكم بقى يا خساره ليه. هو اولا بصوا، ايه رايكم بقى في الحجم ده؟ بصوا عامل ازاي، تحفه جميل جدا. كان نفسي في بالي كتير قوي، وكان عاجبني في اشكال تانية طالعه بس رافعه وغاليه قوي. انا كان عاجبني وقلت له هاخده، فقال لي لا هو في عيب ومش عيب وكده. بصوا بقى عيبه، هو مش باين. بصوا مش مأثر معاه جامد. شرخ، قال هو في شرخ، وكان حاطط عليه اللزق ده كده. فانا خدته على عيبه، هو مش مأثر. بصوا جامد ومش مأثر فيه. بس انا عشان عاجبني الشكل ده قوي وكان نفسي فيه من زمان، فانا خدته على عيبه. هو مش مقصر، جميل جدا، شكله حلو قوي. بيتفتح، ممكن تحطي فيه لمط. يتحط شمعة هنا مكان شمعة اهيت. ادي الشمعة بتاعته تحط كده اهي. بصوا حبايبي، وتتولع. ممكن تشيليها، انا جايبه 2 اهم. بصوا ممكن تحطي كده. بصوا يمشي مع اي حاجه. كنت تحطي فيه اللمضه اللي هي الديسكو ديت وتخليها بكهرباء. بصوا ايه رايكم؟ بصوا عامل ازاي. شكله جميل قوي. استنى اقفله لكم، بسم الله. ايه رايكم؟ عملي قوي، سواء باللمضه او بالشمع الالكتروني هيبقى حلو جدا. ده انا جايباه بكام يا حبايبي؟ جايباه بالعافيه ب 220 على عيبه ده. بره في ب 450 و430 وفي اشكال وحاجات كتير، بس انا حبيت ده لاني عايزه اعمل هنا هلال ونجوم رسومات. انا جايبه ورق فوم، حاجات اللي هو الدبل ده. هزوقه هيبقى شكله حلو قوي. اما لمضه. بصوا هخترع فيه وهعمل فيديو مع بعض نعمل حاجه رمضان بتاع كل سنه. اللي هو الحاجات اللي احنا بتاع شغل الخيميه اللي بنعمله مع بعض هنعمله. بصوا عامل ازاي، تحفه حلو جدا. هو بس عايز يتمسح عشان نلحوس ما كنا ماسكينه. جميل قوي وتقيل، هو تقيل جدا بصراحه. فانا عجبني جبته. والشمع دول كده كان ب20، اخدته ب15 الواحده. بصوا، هو المفروض من هنا ايه كده بينور، بس معلق معايا وقعت. حتى بصوا مكمل وقعت مني على الارض. بس حلو قوي. عجبني وشكله حلو. هعمل منه رسومات او هعمل منه ديكور وحاجات هوريها لكم مع بعض. الفيديو بتاع كل سنه اللي احنا بنعمله، سواء اللي هو كنفاني او المدافع والحاجات دي احنا عملناها السنه اللي فاتت، فهنغير السنه دي. والسنه دي جايبين بقى حاجه ثانيه، شغل هاند ميد. بصوا رايكم يا جماعه، عشان الضوء كمان. بص الاضاءه مخليه مش باين، شايفينه؟ ده شغل هاند ميد. بصوا هو بينور بس مش باين. بصوا من جوه. جميل جدا. ده سبونج بوب. بصوا عامل ازاي، شكله تحفه تحفه تحفه. بصوا بيتفتح ويتقفل من ورا بالنور. بصوا اهي كده كده اهي كده. انا قفلتها ما بينورش، شايفين ازاي؟ اهي بتخش وتطلع من جوه. عجبني شكله جدا، وانا حبيت الهاند ميد قوي. جميل، لان عندي حاجات تانية هوريها لكم برضو، بس دي عندي من الاول. شكلها حلو جدا. وعندي حاجة تانية برضو اهي، اللي هو الفلامنك. شكله حلو قوي. بص عامل ازاي، جميل. هو هنا قدام ما فيهاش حاجة فاضية، بس هوريكم السر برضو بتاعها. دي فيها ودي لا اهي. بصوا حبايبي، بتتفتح وتتقفل، بصراحة تحفة حلوة جدا اهي. شايفين ازاي؟ اهي بصوا، دي بتتركب وبتشيل، يعني ممكن تجيب واحد كده وواحد كده. انا شايلاها اهي، شلتها. هو بيجي كده، بيتحط فيها اللي هي اللي بتنور ديت الشمعة، بس مش كبيرة لان الشمعة ده كبيرة عليها. الواحد يا حبايب قلبي ب80 جنيه بس. بصراحة تحفة 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 حلو جدا. بصوا عامل ازاي، بص الشكل جميل قوي، عجبني. وهنا سبونج بوب. بصوا ب80. بصوا هي الاضاءة بس مخليها ايه، مش باين قوي النور، فجبت الاتنين دول. وانا من عشاق ابو شمعة،
فلما نزلنا وصورنا حتى الفيديو اللي احنا نزلنا صورنا فيه الفوانيس، فانا ما حبيتش الحاجات الكبيره، انا بحب الحاجات الصغيره الجميله كده في الشمع الصغنطط. فبصوا ايه رايكم؟ ابني جاب دوت وجاب لي دوت. بصوا انا من عشاق الحاجات دي جدا جدا جدا. بصوا اهي شمعة صغيرة بتتحط هنا اهي مكان الشمعة، الرفيعين قوي بتوع الصبوع دول اهي بنقصوا مكانها، بتتحط اهو. بعد الفطار بقى بعلقهم في اوضه الاولاد واولع الشمع واقعد اتفرج عليهم. تحفه تحفه تحفه. بصوا عاملين ازاي جميل جدا. الواحد ب25، فابني جاب لي 2. بصوا عاملين ازاي شكلهم حلو جدا. في حاجات تانية الصغنطاطين دول عاملين ازاي، واوريكم الكوبري اللي عندي وليه انا اخترت دول. بصوا حبايبي انا عندي الزغلول الكبير ده ده الاصلي بتاع زمان ابو شمعة. بصوا ده الباب بتاعه بيتحط الشمعة هنا ويتقفل تاني كده. ايه رايكم؟ بصوا عامل ازاي تحفه حلو قوي. ده بعلقه وبحط فيه شمعة من جوه بيبقى جميل قوي، شكله حلو قوي، اضاءته بالليل جميله. ده عنده بقالي كام سنه، يعني بقاله كام سنه كده عندي، ده موديله قديم. فحبيت اجيب اللي هو العادي ده بيتفتح من تحت وده بيتفتح من الجنب بشمعة، جميل قوي. كان زوجي جايبهولي وكان رخص شويه، دلوقتي معرفش بكام بصراحه، بس ده اللي متاكده منه ب25 جايباه. جميل قوي عجبني ورجعني بايام زمان، الحاجات التحفه التراث بتاعنا بتاع زمان، مش اللعب والحاجات اللي طالعه الايام دي. هو انا اعمل هاند ميد حلو وعجبني، بس انا بحن للحاجات القديمه بتاعتنا بتاعت زمان حلوه جدا. وفي بتاع السنه اللي فاتت اللي كنت جايباه معاكم ده الايكي يا حبايبي، جميل جدا. بصوا بسم الله اهو، بصوا حتى بالشمعة بتاعته بيتفتح ويتقفل، كنت جايباه السنه اللي فاتت. كان ابني جايبهولي ب60 جنيه. طلع بقى حاجات تقليد وحاجات مش الجوده دي خالص، اصغر شويه و45 و50، بس مش في الحجم ده ومش الماتيريال بتاع ده، نضيف جدا، ده الاصلي. وده بصوا ده كان ابني جايبهولي السنه اللي فاتت برضو بمناسبه عيد ميلادي ورمضان. كان جه رمضان مع عيد ميلادي وهو راح جابها مناسبتين في مناسبه واحده، عجبني جدا وفرحت بيه قوي، بس بامانه ما اعرفش هو بكام عشان هو كان جايبهولي هديه. شكله حلو قوي. والاقدم خالص بكار. بصوا لما كنت في ثانوي ده الخشب بقى دوت اللي كان لابني وهو صغير. بصوا عامل ازاي، حتى البتاع بتاعته واقع من جوه، فانا محتفظه بيه برضو، مش عايزه اتصرف فيه، عاجبني وبحط ديكور برضو شكله حلو قوي. بينور وبيدي موسيقى، بس البتاع بتاعته واقع من جوه في الداخل كده. بصوا برضو شايلاه، بحب احتفظ بالحاجات دي جدا، فحبيت ان انا اوريكم وافرح معاكم بالحاجات بتاعتي. الجديد ده الجديد، وده اللي عندي من الاول حبيت اوريه لكم. والشمع طبعا دوت اللي جوه الواحده ب5 جنيه، جبت ال3 ودول ب15، جميل قوي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم وتفرحوا معايا زي ما انا فرحت بيهم قوي، وفرحت بالحاجه دي جدا جدا، حباها قوي. ده استنوا معايا فيديو هنعمل فيه حاجات ديكورات وحاجات، وهنشوف كده هنعمل ايه مع بعض. ايه رايكم يا حبايبي؟ بيجي بقى رمضان بحط الحاجات دي بقى في الشقه ومع ديكورات وعلى السلم الديكور، والحاجات دي بتبقى شكلها حلو جدا، بهجه رمضان وحلاوتها في الحاجات دي، جميله جميله جميله. افرحي وفرحي ولادك، تحفه وحاجات حلوه جدا. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. اهم حاجه يا جماعه ما تنسوش الاشتراكات بتاعتكم وفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل فيديو جديد مننا، واهم حاجه التعليقات بتاعتكم وانا بتفرح بيها قوي، بتسعدني وبفرح بيه يا حبايبي. ويا ريت تشيروا الفيديو عشان ناس كتير تستفاد وتفرح بيه ويشوفوا كل تكبر جديد، بيكم. واستنوا فيديوهات مننا كتير حلوه جدا. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. اشوفكم السلام فيديو جديد يا جماعة. عليكم.